هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. الكاتب الصحفي الكبير استاذ ياسر رزق رئيس تحرير صحيفه المصري اليوم. استاذ ياسر اهلا بيك، اتفضل يا فندم. استاذ ياسر، الحقيقه احنا تلقينا تهديدات زي عدد من الصحف الخاصه والحزبيه متزامنه مع محاصره مقر التيار الشعبي والعدوان القاسم على جريده حزب الوفد. احنا ما فيش حاجه بتخوفنا يعني الحقيقه، انما خدنا استعداداتنا دي منشأة إعلامية وبلغنا الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية. في البداية كان يعني التأمين هيجي ضعيف، وبعد كده بعتوا لنا التأمين اللازم وبلغنا الجهات المعنية في القوات المسلحة وبنحملهم المسؤولية، لأن في الحقيقة أنا لا أرى أن هناك دولة ولا أرى أن هناك رئيسا لهذه الدولة. ممكن أسأل ياسر سؤال؟ لأن مسؤولية رئيس الدولة هي امن واستقرار الوطن وحمايه امن المواطنين. الداخليه كانوا معانا يا استاذ ياسر من شويه وقالوا ان هم تلقوا البلاغات وان هم هيقوموا باللازم، وان السيد وزير الداخليه اصدر تعليمات بمد جميع الجنود وغيرهم بالسلاح اللازم لتامين كافه المنشات الاعلاميه في مصر. السؤال اللي عايز اساله لك، مين اللي هددكم؟ بس مين اللي هددكم؟ جالنا التهديدات من مجموعه، جات لنا المعلومات وانت صحفي وعارف طبعا، من مجموعة بتنتمي لحركة حازمون، وهي متواجدة قدام الوفد واتنقلت لنا، والحكاية دي مش لأول مرة لأن كان عندنا تهديدات سابقة خلال بس استاذ ياسر خليني اقول لك ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل كان معايا منذ دقائق ونفى تماما ان يكونوا حازمون هم اللي موجودين قدام جريده الوفد، واظنك كنت سامع المداخله دلوقتي من الدكتور صفوت بركات المتحدث باسم حازمون، نفى ايضا ان يكونوا هم من قاموا بحرق او تعدي على حزب وجريده الوفد. يمكن احنا اللي حرقنا المقرات واحنا اللي اعتدينا على الحاجات. على كل حال انا ادعو لوضعهم في اختبار الكاتب يعني. ما هو يا اما احنا يا اما الدوله مثلا. لا انت تاكدتم؟ بغض النظر في مسؤوليه على رئيس الدوله ان كان موجودا، وانا اشك انه موجود. لا موجود اكيد، رئيس الجمهوريه موجود. موجود طبعا. كان في ناس بتحاصر مدينه الانتاج الاعلامي وبتهدد الناس، وبعدين ماشيه عصابات بتروع الناس في الشوارع وتروع الاحزاب وتروع الصحف. احنا مش هنسكت، ولو تصور احد في هذه الدوله ان هو ممكن بانه يرهبنا ان احنا نسكت وان احنا ما نقولش الحقائق، ده ستار على طبعا مستشعرين ان النتائج زي ما حضرتك ملاحظ في القاهره والاسكندريه وعدد المحافظات تتجه نحو لا، فدي محاوله لافساد النتيجه بعد ما فشلت في تصوري لحد دلوقتي. اعمال رغم ما جرى من خروقات في الاستفتاء، دي محاوله لافساد العمليه استاذ ياسر وصرف انظار الجماهير. استاذ ياسر، انا عصام سلطان يا استاذ ياسر. اهلا يا استاذ. ازيك؟ اولا ربنا يحفظك ويحفظ الجريده ومقرها والعاملين فيها، وان شاء الله باذن الله ما فيش اي يعني سوء تنال باذن الله، ولا حد يقرب من الجريده ولا اي جريده في مصر كلها. انا بس عايز اسالك سؤال استاذ ياسر. اتفضل. حضرتك بتقول انك انت تلقيت تهديدات من مجموعه ما سميتها حازمون او كده يعني. طيب انا هسالك بس سؤال، هل تلقيت مثل هذه التهديدات قبل حرق مقرات الحريه والعداله وحصار مسجد القائد ابراهيم وحصار قصر الاتحاديه وتسلق اسواره، ولا ما تلقيتش قبل كده تهديدات ودي اول مره بس تتلقى فيها تهديدات؟ طب احنا عايزين نفصل بين حاجتين يا استاذ عصام. نفصل بين الاعتداءات على مقر الاحزاب، على حزب الحريه والعداله الاعتداء عليه زي الاعتداء على حزب الوفد، زي الاعتداء على حزب الوسط، زي الاعتداء على اي صحيفه. ده امر مجرم ومدان من اي انسان عاقل. ونفصل بينها وبين التظاهر السلمي امام مقر رئاسه الجمهوريه او في ميدان التحرير او امام اي شيء. التظاهر السلمي. بالنسبه لحادث الاسكندريه، انا قلت لحضرتك ان في حاجات كانت من ايام، ما اظنش ان احنا يعني لو حضرتك تابعت الجورنال النهارده ما اظنش ان حد، الجورنال بالتاكيد بيدين احتجاز الشيخ احمد المحلاوي، حتى لو كان
المصلين ليهم انتقادات على طريقه توجيهه ليهم من خلال المساجد. لا هو مش ده الموضوع خالص يا استاذ ياسر، انا بتكلم في نقطه ثانيه. بندينها بكل قوه. انا بس بتكلم في نقطه ثانيه خالص. لا طبعا كلامك محترم ومقدر، انا بتكلم في نقطه محدده جدا. هل انت تلقيت التهديدات دي النهارده بس ومفيش زيها قبل حرق مقرات الاحزاب الاخرى؟ لا. ولا قبل برضه حرق الحريه والعداله انت تلقيت تهديدات؟ كان في تهديدات. طب ما نشرتهاش انت خالص وما قلتهاش. يا فندم؟ ما قلتش عنها خالص، اشمعنى دلوقتي بتقول؟ في ايه؟ يعني دلوقتي انت حضرتك بسألك سؤال محدد جدا، هل انت تلقيت تهديدات قبل حرق مقرات الحريه والعداله والرئاسه؟ وانت قلت دلوقتي كان في تهديدات. في طب حضرتك ما اتكلمتش عنها خالص ليه؟ يا فندم؟ حضرتك ما اتكلمتش عنها ليه؟ التهديدات حضرتك في فرق بين ان في تهديدات دي بتيجي على طول لاي صحف، وبين الشروع في الاقتحام ده جه النهارده، وده اللي تسبب فيه لا حضرتك ما قلتش في شروع في اقتحام، حضرتك قلت ان انا في بدايه المكالمه نعيدها تاني. حضرتك قلت انا تلقيت تهديدات. يا استاذ عصام انا بسال حضرتك بقى سؤال. اتفضل. يعني حضرتك بتجد المبرر لتلقي جريده المصري يوم والصحف الخاصه او الصحف الحزبيه التهديدات؟ لا يعني لا يعني لا. حضرتك تقصد ايه بالظبط؟ اقول لك انا اقصد ايه؟ اقصد انك انت بتتكلم النهارده ان في تهديدات وردتك النهارده. وفي نفس الوقت في فرق بين حضرتك انا فهمت حضرتك وفي نفس الوقت كان في اقتحام لمقرات قبل كده، فانا سالتك قلت لك هل يا ترى العصابه دي اللي بتهدد المقرات كلها عصابه واحده ولا ايه؟ ما انا عايز افهم برضه. اجهزه التحقيق دي مهمه اجهزه التحقيق. انا بقول لحضرتك في من عده ايام جت تهديدات، اتخذنا الاجراءات بتاعتنا وابلغنا وزاره الداخليه في حين اتخذنا الاجراءات عده ايام دي النهارده تحديدا. انا بقول لحضرتك من عده ايام يعني النهارده تحديدا، ودي كانت متزامنه برضو مع حصار الاتحاديه ما يعني يعني انت قبل حصار الاتحاديه وقبل حصار مقرات وحرق مقرات الاخوان. حضرتك بقول لحضرتك متزامنه مع الاتحاديه، انما الحريق بتاع الحريه والعداله ده يسبق هذا. انا مش فاهم ايه الارتباط بين الاثنين. لا طبعا في ارتباط، لان الحقيقه التهديدات واحده. انت لما يجي لك تهديد من اي حد لازم تطلع وتعلنه عشان كل واحد يقف عند حده واجهزه الدوله تتحرك. وبما ان انت تهديد مدان يا جماعه، يعني لا اي تهديد لا احنا ما ينفعش نزايد. اصل بص يعني مدان او مش مدان مفيش حد في مصر عاقل مش هيدين. خلاص كلنا ادنا واحنا طلعنا بيانات قبل كده وادنا. انا بس القصه كلها في ايه؟ هو لما ياسر رزق يجيب تهديدات ويشتكي مش بيزايد. وانا قلت انا ما يشتكيش، بالعكس ده انا اول في مكالمتي قلت له ربنا يحفظك ويحفظ الجريده ده كلام ما فيش عليه خلاف. انا بس بتكلم في جزئيه محدده جدا. هل التهديدات دي احنا بصدد شيء؟ هل احنا عدنا الى عصر ما قبل الدوله؟ ده انا اللي بسالك. ولا فين اجهزه الدوله؟ انا دي توجه للدوله والقائم على راس الدوله. ده انا اللي بسالك. يعني ان يمارس مسؤوليته مش الكلام ده على شاشات التلفزيون. انا دلوقتي يا استاذ ياسر بتكلم امام انصار وادان حرق مقر حريه. استاذ ياسر انا دلوقتي بصراحه انا متلخبط. انا سمعت دلوقتي منك ان في تهديدات جت، وفي نفس الوقت سمعت ان في تهديدات جت قبل كده ايام الحريه والعداله وحرق مقرات الحريه، وفي نفس الوقت انت ما بلغتش بيها وما اتكلمتش في الاعلام. وفي نفس الوقت انا مش فاهم يعني. انا بسال سؤال محدد. استاذ عصام الكلام ده انا ممكن اقوله قدام النيابه، واخد بال حضرتك؟ انما انا اللي بتكلم فيه دلوقتي انا في مداخله في التلفزيون مش في تحقيق امام النيابه. لا ازاي ده ان الراي العام يا استاذ ياسر، الراي العام اخطر من اي تحقيقات. لان حكم الراي العام اهم من اي حكم، وقرار الراي العام اهم. اللي سمعنا دلوقتي يا سيدي الفاضل الاحكام القضائيه تصدر باسم الشعب. خلي ياسر انت تسمع الان. انت الان الشعب كله بيسمعنا. بس لحظه واحده، انا عايز ياسر يوضح وجهه نظره ان هو الان هو الذي يتعرض للخطر، وبالتاكيد انا اشعر كلنا مع ياسر رزق، وكلنا مع جريده المصري اليوم والوفد. يوضح احنا الوحيدين اللي طلعنا ادانه لحرق المقرات، والوقت حالا طلع بيان من شويه بندين فيه اللي حصل في الوفد، وبنقول لفؤاد بدراوي الحمد لله على سلامتك وكلنا معاك. طيب اتفضل هذا موقف وطني. كلمات اخيره عشان نطمئن عليكم وبعدين نواصل الحوار مع استاذ عصام. اتفضل. احنا الحمد لله احنا مفيش حاجه بتخوفنا. احنا بنشوف اذا كان في دوله بنحمل القوات المسلحه مسؤوليه تامين الصحف ومسؤوليه عدم يعني تنفيذ التهديدات باسكات او تصور بان يمكنهم اسكات صوت الصحافه الحره. شكرا استاذ ياسر. شكرا. بص يا استاذ عمرو بس عشان نختم الحته دي. انا جالي تهديدات، عملت ايه؟ رحت عملت بلاغ في النيابه العامه برقم التليفون اللي جاب لي التهديد. راحت مباحث التليفونات خدت اذن النيابه العامه وجابت التليفون وصاحب التليفون قبضت عليه وخرج بالكفاله. خلاص.
اذا كان في تهديدات جت للاستاذ ياسر كان يجب ان يقول امام الراي العام احنا جالنا تهديدات كالاتي. اما تليفون تسمع بس معلش الراي العام رايه اهم من اي تحقيق واهم من اي حكم واهم من اي شيء. الاحكام القضائيه بتصدر باسم مين؟ باسم الشعب. يبقى انت لما تتكلم مع الشعب لازم تبقى صادق ولازم تقول اللي بيحصل بالظبط ايه، ولازم ما يبقاش انت بتقول في زمره في هلوله. لا ما ينفعش الكلام ده. احنا لازم نتكلم كلام محدد وكلام موثق جدا. انت شفت اللي حصل في الوفد يا سيدي الفاضل. احنا اول ما ادنا اللي حصل في الوفد احنا اول ما ادناه. انما انا عايز اقول حاجه بقى، انا ممكن اجاوب لك على سؤال مهم. خلاص انت بتسال سؤال بتقول ايه مين اللي عمل كده في حزب الوفد؟ انا اقدر اقول لك بقى سؤال اهم منه واجاوب لك عليه. انا طبعا ما اعرفش مين لان مين دي التحقيقات الجنائيه، انما اقدر اقول لك مين اللي وصل الامور لكده. مين اللي حضر العفريت. واحنا عشان كده في بياننا الاول اللي طلعناه قلنا كده، قلنا مين هو اللي راح حرق من بدأ بحرق المقرات؟ مين؟ انت قول لي مين؟ اقول لك انا مين؟ المتحالفين مع جبهة الانقاذ فلول النظام القديم اللي تحالفوا معاهم وقعدوا معاهم وشفنا الصور متهمي موقعة الجمل معاهم قاعدين في وسطهم اللي هم واخدين على القتل والذبح والسحل. هم دول اللي عملوا كده. خلاص ولم يدانوا ولم يصدر بيان ادانه واحد لا عن المصري اليوم ولا عن الوطن ولا عن الوفد ولا عن غيره، وكان يجب أن يدينوهم كما أدناهم. خلاص كما ندين نحن اليوم ما يحدث في الوفد وندين أي تهديد يوصل لياسر رزق ولا للمصري اليوم ولا للوطن. احنا مختلفين مع جريدة المصري اليوم، وأنا شايف إن جريدة المصري اليوم كل يوم بتنشر كذب في كذب، ولكن أنا أحميها بروحي. خلاص ده موضوع تاني خالص. خلاص بس جبهة الإنقاذ يا أستاذ عصام وأحزاب كثيرة أدانت اللي حصل. لا لم تدن. هات لي بيان إدانة طالع من جبهة الإنقاذ في حرق المقرات وحصار الاتحادية واستخدام المولوتوف وتسلق الأسوار. هات لي ده. هذا لم يحدث. هات لي بيان طلعه لي. خلينا نفصل ما بين الحرق وبين الاتحادية. لو الاتحادية تسلق الأسوار ده مشروع؟ لا أنا بتكلم. لا مش مشروع. بتقول لي على اللي حصل فيما يخص الأحزاب. لا من حقك تذهب للاتحادية تتظاهر أمام قصر الاتحادية بمئات الآلاف وتقول لرئيس الجمهورية أنا مختلف معاك 180 درجة في كل قراراتك. هذا حق لك لا يمكن أحد أن ينازعك فيه. إنما أنت طالع تتسلق القصر عشان خاطر إيه بالظبط بقى إن شاء الله؟ عشان تعمل إيه؟ عشان تسقط الشرعية بتاعتي أنا، عشان تسقط صوتي أنا وتزور صوتي وتزيف إرادتي أنا. خلاص هي دي المشكلة، هو ده الخطر. ولذلك ارجع تاني مش هنبرر يا أستاذ عصام للناس الخروج على القانون. لا هو ده اللي أنت فهمته تبرير بقى. لا هذا ليس تبرير. احنا لازم النهارده نطالب بالتحقيقات تظهر وتعلن امام الراي العام من اول عود كبريت اتحط في اول مقر لغايه النهارده اللي بيحصل، وان شاء الله ما يحصلش بعد كده. هو اذا اردنا ان نكون منصفين ده الكلام. انما غير كده انا ارفع السماعه واقول لك انا جالي تهديدات والتاني يقول انا جالي تهديدات والتالت يقول حاله اعلاميه من التهديدات وغيره وفي الاخر ما تلاقيش حاجه. طب ما جالكش تهديدات ليه من اسبوعين لما كانت كل المقرات بتتحرق؟ احنا فعليا عندنا اهو جورنال اسمه حزب الوفد بيتحرق. ومين اللي قال ان هو ما اتحرقش؟ هل في حد بيجادل ان هو ما اتحرقش؟ انا بجادل في التهديدات اللي جت النهارده. جات له من امتى ومن مين وعلى تليفون رقم كام وعمل بلاغ رقم كام وما جالوش ليه تهديدات من اسبوعين وما جالوش الاسبوع اللي فات ليه ساعه حرق بقيه المقرات مقر الاخوان وغيره. ليه؟ اشمعنى التهديدات جت النهارده؟ لا اكيد طالما انا صحفي صاحب قلم انا التهديدات تجي لي طالما بدافع عن الرأي. الزميل مجدي الجلاد وقال لنا نفس الكلام منذ قليل. نفس الحكايه. ان هو تلقى تهديدات. نفس الحكايه. نفس ما يسري. بص ما يسري على اخونا ياسر وصديقنا واخونا مجدي وصديقنا يسري على الجميع. يجب على الجميع منذ اللحظه الاولى. ولذلك امبارح او اول امبارح لما الدكتور البرادعي قال يا اما اللي انا بقوله ده يا اما حرب اهليه، احنا اول ناس طلعنا وعلقنا قلنا ده اللي بقوله ده غلط، هو ده اللي بيحرق البلد، هي دي الحرب الاهليه. ليه؟ هو انا عشان الناس ما تاخدش رايي يبقى يا رايي يا حرب اهليه زي ما مبارك بيقول يا انا يا الفوضى؟ لا، ممكن رايك كله ما حدش ياخد بيه وياخد 5-6 اصوات زي ما النتائج اللي انت مطلعها كده وخلاص وخلصت الموضوع. ويجب ان نحترم بعض ونؤمن بالعمليه الديمقراطيه. ولا ايه اذا ما جدول الحوار بالظبط كده؟ لا انا ده سؤالي. طبعا. يعني انت النهارده ما برضه يعني خليني اتكلم معاك من وجود. هل تريد ان تبيع او تشتري منزل، سياره، هواتف نقاله، اجهزه كهربائيه، اي شيء مجانا؟ الحل سيليت 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.